والسؤال اللي كتير بيتبعت لي وكتير ناس بتسأله من كتر ما بيقولوا على السوشيال ميديا حب نفسك. فناس بتبعت تقول لي يعني ايه احب نفسي؟ يعني ابقى اناني؟ يعني ما احبش الناس اللي حواليا؟ الناس دي انا جاية ارد عليهم في الفيديو ده. كتير من الناس لما بتسمع كلمة حب نفسك بتفتكر ان هي بتفهمها غلط، وبتفتكر ان هي دعوة للأنانية. حب نفسك يعني ما تحبش الناس التانية، او حب نفسك فتبقى عايز كل حاجة لنفسك وما تبقاش حاسس بالناس اللي حواليك. ده مفهوم غلط جدا. الحقيقة هنا وببساطة شديدة جدا ان حب نفسك يعني انك تحترم مشاعرك، انك ما تضغطش على نفسك علشان الناس التانية، انك دايما تحط حدود صح عشان محدش يأذيك نفسيا او معنويا، انك تسامح نفسك على اي غلط بتعمله، ما تقعدش تلوم نفسك وتقعد تعيد وتزيد وتقول انا غلطان وانا السبب والكلام ده كله. خامس حاجة انك تهتم بصحتك النفسية وتعتبر ان دي حاجة مهمة مش حاجة ثانوية. وعشان نوضح اكتر، حب نفسك مش معناه انك ما تهتمش بغيرك، مش معناه انك تشوف نفسك احسن من الناس، مش معناه انك تبقى قاسي واناني. بالعكس، حب نفسك بمنتهى البساطة انك تعامل نفسك بنفس الطيبة والحنية اللي انت بتتعامل فيها مع الناس كلها.